السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الشيف منصور في كل مكان. هنبدأ النهاردة بسم الله. هنعمل أكلة جميلة جدا مع بعض وكلنا بنحبها، بس دي مش هقول اسمها دلوقتي، خليها مفاجأة عشان الخطوة والطريقة مختلفة وجديدة من نوعها على طريقتي، مش الطريقة الأساسية بتاعتها، بس هنحاول على قد ما نقدر نعمل طريقة سهلة وبسيطة من طبق النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين ده كيلو من اللحمة جميل جدا وطازة لسه جايبينه. فكرة النهاردة طبق كلكم هتحبوه ويعجبكم، أنا واثق 100%. فأول خطوة معانا دلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا حطيت اللحمة، ما ضفتش أي حاجة. هبدأ خطوة بخطوة أضيف المكونات بتاعتي. أول حاجة هننزل بخلطة من الشبت بالمنظر ده زي ما هي، والخطوة التانية هننزل بالفلفل الأحمر متقطع بالمنظر ده، والخطوة الثالثة هنزل بكمية من لو عندنا ورق العنب ماشي او المحشي هنقطعه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. انا مجهز كل حاجة عشان ما اطولش عليكم فيديو النهاردة لانه فيديو طويل شوية، بس هحاول الخصه بسرعة. ده ورق المحشي، يعني نص واحدة من الكرنب زي ما بنسميها او ورق العنب، مفيش اي مشكلة. طبعا المكونات اللي هنضيفها هنا دي على حسب الرغبة، بس هو طبعا النهاردة عشان نعمله بشكل جميل لازم نضيف المكونات دي. هضيف حبة من الجزر، دي حبات الجزر ننزل بيها بالمنظر ده. طبعا كل الاكلات اللي حطيناها دي هنسيبها كده لمدة ساعة تقريبا مع التقليب. طبعا شوية كده قدام هنقلب. واحد من الفلفل في بارد وفي الحار، يعني على حسب الرغبة، بس انا حطيت واحد من اللي هو الحار. وهنزل بحبة من التوم. لو لاحظتوا معايا كل حاجة بحطها كاملة. هنا 4 من التوم، وهنزل بتزوكا اللي هو بالعربي مش فاكر اسمه بالظبط، بس هو زي الجرع، اسمها تزوكا باللغة الإيطالية. هنا معايا 4 قطع بالمنظر ده أو 5 قطع، 5 كده. فاضل معايا حبة من الملح والتوابل اللي هضيفها 7 بهارات وفلفل اسود. وطبعا لو عندنا حبة من الكمون مفيش اي مشكلة، هتدينا ريحة وطعم جميل جدا. هبدأ اضيف البهارات بتاعتي. هنا زي ما قلت لكم يا حبايبي حطيت البهارات بتاعتي والملح. مش فاضل غير جزازة من الصلصة هنزل بيها دلوقتي، واغطي كل المكونات اللي حضراتكم شايفينها دي بالمية. يعني هنخلي المية تغطي كل حاجة، وهنغطي بالغطا بتاعنا ونسيبها لمدة نص ساعة، وبعد كده نشوف نكمل. طبعا النهاردة المفاجأة بتاعت النهاردة، يا ترى الشيف منصور كل المكونات دي هنعمل ايه؟ خليكم معايا لنهاية الفيديو ان شاء الله، وهتعجبكم جدا الطريقة والفكرة بتاعت النهاردة. طبعا ازازة الصلصة تكون بالحجم ده، دي انضف نوع صلصة تحبوا تستخدموه. الكمية بالظبط يعني عشان ما تلخبطش للمكونات اللي حطيتها، نص كيلو من الصلصة مفرومة لو هنفرمها في البيت نص كيلو، او الصلصة الجاهزة نص كيلو بالمنظر ده. وهنزل
الصلصة بتاعتي. مش هنقلب دلوقتي خالص غير بعدين. نبدأ نغطي كل حاجة بالمية. وهنا زي ما قلت لكم بالظبط غطيت كل المكونات بتاعتي بالمية، وهسيبها تغلي لمدة نص ساعة زي ما اتفقنا، بس بنغطيها بالمنظر ده. نحط الغطا ونسيبها لمدة نص ساعة وبعدين نشوف مع بعض هنعمل ايه. وهنا يا حبايبي اكيد دلوقتي هتعرفوا الشيف منصور بيعمل ايه بالخطوات كلها. زي ما حضراتكم شايفين دي كاسة بالمنظر ده من الكسكس. الكمية دي للمكونات اللي احنا ضفناها هنا مع حضراتكم اهو. ابتدت تغلي، بس انا دلوقتي هعمل الخطوة بتاعة الكسكس. وطبعا الحمص اللي حضراتكم شايفينه ده طيب، يعني جاهز للاكل على طول، فهستخدمه في الاخر خالص، هنخليه على جنب. دلوقتي المطلوب مني من الكاسة بتاعة الكسكس اللي حضراتكم شايفينها دي، هي هنبدأ نحطها في المية ونقلب كويس جدا ونسيبها تشرب المية، وبعد كده نكمل مع بعض نشوف هنخلي الكسكس يطيب ازاي بطريقة ممتازة جدا مع الشيف منصور. خليكم معايا خطوة بخطوة. دلوقتي هنبدأ نحطه في المية. هنا كاسة الكسكس هنضيف لها كاسة بالظبط من المية. يعني عودوا نفسكم ان الكوبايه مثلا من الرز بتضيف لها كوبايه من الميه، يعني هنا كاسه من الكسكس ضفنا لها كاسه من الميه. وهنقلب كويس نخليها تشرب الميه كلها. ده نوع كسكس جميل جدا وبيطيب بسرعه، يعني ملحوظه كويسه انه بيطيب بسرعه. هنخلي الكسكس بتاعنا يشرب المية كلها وبعد كده نقلب مع بعض. طبعا خطوات الكسكس زي ما احنا عارفين، وفي اي بيت في ناس بتعمله على خطوتين في الطيبان، بتعمله كده في المية وبعد كده تقلبه وبعد كده تحطه على الفابور زي ما هنعمل مع حضراتكم كمان شوية. وفي ناس بتعمله على 3 خطوات. الخطوة الأولى بتغسله بالمنظر ده، تحط المية وتقلبه وتحط شوية من الزيت وتحط على الفابور، وبعد كده تصفيه من الفابور بتاعه وتقلبه كويس جدا وتضيف له حتة من السمنة، وبعد كده تحطه تاني على الفابور أثناء الطيبان. فاحنا هنعمله بخطوة سهلة وبسيطة. دلوقتي هنخليه يشرب المية كلها وبعد كده نقلبه بحتة من زيت الزيتون وهنضيفه في المصفاية بتاعتنا ونحطه على الطبيخ اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي، وهنسيبه لمدة 10 دقايق ونقلب عادي جدا من غير ما نصفيه من غير اي حاجة لحد ما نشوف النتيجة بتاعت النهاردة. هنا يا حبايبي بعد مرور نص ساعة من الزمن اللي اتفقنا عليه، شوفوا الجمال. ده منظر جميع المكونات اللي ضفناها، يعني خلاص كل حاجة ابتدت تستوى، حتى الجزر اللي حطيناه اهو. يلا بينا نكمل الكسكس بتاعنا نشوف هنطيبه ازاي. هنجيب المصفاية بتاعتنا بالمنظر ده وهننزل بالكمية بتاعة الكسكس. ده الكسكس بتاعه اهو، حطيته في المصفاية. مش لازم طبعا في
في ناس تقول لك لازم الحله بتاعه الكسكس والنظام كله ده. هنا المطلوب مني ان انا اسيبه على الفابور بالمنظر ده اهو، يعني شغال من تحت، وهنا الكسكس بتاعي من فوق، وهغطيه بالمنظر ده واسيبه لمدة 10 دقايق بالظبط، وبعد كده نقلبه مع بعض. يلا بينا نشوف الكسكس بتاعنا عمل ايه بالطريقة بتاعت الشيف منصور اهو. بسم الله ما شاء الله. هنجيب معلقة صغيرة، شوفوا المنظر، يعني بيتكلم لوحده، مفيش اي حاجة لزقت مني. وطبعا في ناس بتقول هو يتعمل ما يخليش الصلصة تدخل فيه، فاحنا بنلخص احنا كده كده هنضيفه في الطبق بتاعنا وهنحط عليه الصلصة واللحم والكلام كله ده. فدي الطريقة السهلة والبسيطة، ومش هضيف له ملح لان اللحمة بتاعتي والتوابل وكل شيء انا ضفته في الحلة من تحت. فهنا كل حاجة جهزت معايا زي ما حضراتكم شايفين. ده المنظر بتاعه، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا، ومفيش حاجة لزقت زي ما حضراتكم شايفين عامل ازاي اهو اهو قدامكم. دي الطريقة السهلة والبسيطة من غير ما نتعب نفسنا ونقعد نصفي ونقلب فيه وهو سخن. هذه طريقة سهلة وبسيطة. حطيناه في المية وسبناه يشرب المية كلها، وبعد كده ضفناه في المصفاية بالمنظر ده على الفابور بتاع الطبيخ بتاعي لمدة 10 دقايق من غير ما اقفل الحلة ولا اي حاجة. هو خد الفابور بتاعه، ولو ضفت انا من تحت كمان شوية زي ما حضراتكم شايفين اهو، شرب حبة بسيطة من الصلصة، مفيش اي مشكلة. لكن كده كده هنضيفه في الطبق بتاعنا وهناكله بجميع المكونات. بس بقول لكم والله طريقة ممتازة. شوفوا المنظر عامل ازاي، مفيش حاجة لزقت مني خالص. يلا بينا نقدم طبق الشيف منصور ونشوف شكله عامل ازاي. وبكده يا حبايب الشيف منصور، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من فيديو النهارده. وده طبق الكسكس الجميل اللي عملناه مع بعض بجميع المكونات اللي ضفناها. كله طاب بسم الله ما شاء الله، خطوه بخطوه. الجرع، وحطينا طبعا زي ما قلت لكم الشيتش انا ما ضفتوش في الحله عشان هو طايب، فضفته من فوق عشان يديني طعم كمان مع الاكل. هو بيتضاف للناس بتجيبه اللي هو لسه مش طايب، وبتضيفه مع الاكل مفيش اي مشكله. وهنا المحشي برضك الورق بتاع المحشي الكرنب طاب خالص، واللحمه طابت كويس جدا، والجزر والفلفل الاحمر اللي ضفناه، وزي ما قلت لكم القرع او الكوسه او الزوكه بالايطالي. كل حاجه طابت بسم الله ما شاء الله، نتيجه ممتازه. اتمنى تكونوا استفدتوا، وانتظروا المزيد والمزيد ان شاء الله من الشيف منصور. شكرا لكم على المشاهده الجميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.